السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كرة القدم زي ما بقول لك كل حلقة مليانة معجزات، ويوم الجمعة معجزة فريق بورتو 2004 وكيف حقق دوري الابطال. بس هي الحكايه بتبدا من هنا؟ لا طبعا. بس قبل ما تشوف الحكايه دي، في حكايه اليونان ازاي كسبت يورو 2004. تقريبا كل حاجه في 2004 غريبه، دي مخليها سنه محتوى اصلا ممكن احكي فيها 3 4 5 6 7 فيديوهات. المهم، زي ما يورو 2004 راحت لفريق صغير اليونان، برضو دوري ابطال اوروبا 2004 بيروح لفريق صغير هو بورتو برضو. بس قبليها، قبل ما تتفرج على اليونان، برضو عندك معجزه ليستر سيتي مع رانييري. ازاي حقق الدوري الانجليزي بالنجوم الشابه اللي معاه فاردي، محرز، ومعاه ناس كبيره بالمناسبه، ويز مورجان وروبرت هوث القادم من تشيلسي الى ليستر سيتي. قصه كبيره هتعجبك. هتلاقي في الديسكريبشن هتلاقي كل اللينكات اللي انا بحكي فيها دي. ويلا بينا نبدا على بورتو، يلا بينا. الحكايه ما بداتش بالصدفه، ما بداتش عن طريق سنه واحده شامبيون فجاه زي اليونان مثلا، اسامي مش معروفه. لا، ده قصه كبيره قوي محتاجه انك تركز قوي، عشان الحكايه ما بداتش من موسم 2003 2004. لا، الحكايه بدات من موسم 2001 2002 بالتحديد. امتى بقى؟ 23 يناير 2002. اما اوكتافيو ماتشادو قعد يهبل ويعمل نتائج سيئه جدا مع بورتو، لدرجه ان بورتو وصل المركز الخامس. نبذه سريعه كده عن بورتو. هو بورتو من النوادي القليله جدا في البرتغال اللي بتجيب بطولات كتير جدا. فخر البرتغال فعلا. محقق دوري ابطال اوروبا 87 باقدام رابح مجر بالكعب امام بايرن ميونخ، كعب مشهور جدا. وكمان بورتو من الفرق العريقه جدا، اللي هي يعني لو راحت سادس دي فضيحه، خامس ودي كده. بتتكلم على بايرن ميونخ في المانيا، انت بتتكلم على بورتو في البرتغال. انما اوروبيا ما كانش ليهم الصيت، الساعة، كل الكلام ده ما كانش ليهم ان هم يتكلموا في الحاجات دي. بس ما تجيبليش خامس في دوري. فراحوا ماشيين وتعاقدوا مع جوزيه مورينيو اللي بقى اسطوره. هو دلوقتي مدرب صاعد واعد في البرتغال، ماسك نادي محقق نتائج كويسه. قالوا يجربوه ال 15 ماتش الباقيين في السيزون، هل يكمل ام لا. هو قال لهم انا في ال 15 ماتش دول هقيم لعيبتي واشوف مين يصلح ومين لا يصلح معايا. المفاجاه بقى ان هو كسب 11 ماتش من ال 15 اللي فاضلين عشان يطلع من الخامس للثالث بعد ما حسم سبورتنج لشبونه الدوري، وقدر يشارك في الدوري الاوروبي. وقال لهم برضو انا عندي لعيبه كتير لا تصلح. طب انت حابب يعني تمشي مين؟ قال لهم لا، انا حابب اقعد مين. السؤال هو بيتسال كده. فجوزيه مورينيو استقر على 6 عناصر بس تكمل معاه. مين هم ال6 عناصر؟ حارس المرمى فيتور بايا مع ريكاردو كارافالهو، كوستينها، ديكو، ديمتري إلينيتشيف، ومعاه هيلدر بوستيغا. طبعا انا بتكلم روسي دلوقتي بالنسبه لك، بس برضه خلينا نفلي الاسامي واحده واحده. فيتور بايا هو حارس مرمى مخضرم بالنسبه لهم في البرتغال، وكمان انضم لبرشلونه. وريكاردو كارافالهو طبعا اللي هيروح تشيلسي بعد كده ويبقى ليه اسم مرعب. وكوستينها ده لعيب جامد جدا بالمناسبه. ديكو طبعا مش هتكلم عنه، لعيب تشيلسي برشلونه وكمان حقق كل حاجه مع بورتو. وديمتري إلينيتشيف بصراحه ده روسي، ما حققش اقصى حاجه حققها في بورتو عشان اقول الحقيقه. ويلدر بوستيغا نفس الكلام. بس هم دول السته اللي قال انا عايزهم. وطبعا طلباتك اوامر يا عمنا، اما نشوف هنمشي معاك لحد فين. فهو المؤتمر الصحفي في بدايه الدوري قال لهم انا جوزيه مورينيو وهجيب الدوري البورتو. طبعا ده مورينيو، يعني انت مستني تصريح خايف؟ لا، ده جوزيه مورينيو، ده العادي بتاعه يعني. فراح اتعاقد معه. قبل بس ما يتعاقد راح قطع اعاره خورخي كوستا المدافع كابتن الفريق، وقال له تعالى يا معلم احنا هنا بنضيع، محتاجين حد جنب ريكاردو كارافالهو. وجاب معاه جناح شمال نونو فالنتيني، ومعاه ديرلي المهاجم، وباولو فيريرا باك اليمين اللي هيروح بعد كده تشيلسي برضه، ومعاه ريكاردو مانيش ادجارز ده من ليتوانيا، وبيني ماكارثي الجنوب افريقي الوحيد اللي محقق دوري ابطال اوروبا، واكيد محققه مع بورتو ما دام اتذكر في حكايتنا دي. موسم 2002 2003 بعد تصريح مورينيو الغريب بيبدا وبورتو بيكسب بكل سهوله في الدوري. ليه بقى؟ خلينا نرجع خطوه واحده بس ورا. بورتو في بدايه الموسم وقبله في فتره التحضيرات ابتدى يعتمد بشكل جدي جدا على الضغط العالي، فكان محتاج تدريبات بدنيه شاقه وقاسيه جدا، لدرجه ان اللعيبه كانت كل تدريب في فتره الاعداد بتجري 20 كيلو. انت عارف 20 كيلو دي منين لفين؟ 20 كيلو دي سفر اصلا بالعربيه، مش مجرد مسافه تتجري على الرجلين. يعني تلاقيهم كانوا بيحاسبينه على مورينيو كل تمرين وتمرين لحد ما اتعودوا. المهم، بورتو كسب الدوري من كتر السهوله، فرق 11 نقطه كاملين في اول موسم بسبب التدريبات الشاقه واسلوب الضغط العالي مع مورينيو والصفقات اللي كانت عينه حلوه جدا فيها. وما خسرش طول الدوري اساسا غير ماتشين 2 بس، وكسب كمان كاس البرتغال. راح الدوري الاوروبي، فعمل ايه بقى يا معلم؟ مع بافينياكوس في دور الثمانيه. انا ليه بحكي لك القصه؟ لانها مهمه تتعرف قبل ان ندخل في قصتنا الاساسيه. من دور الثمانيه على ارضه خرج بافينياكوس اللي قعد 8 سنين ما بيخسرش على ارضه اصلا. كسبوا 2-1 في الاشواط الاضافيه، قال له اطلع بره البطوله بعد اذنك. وخرج من نص النهائي لاتسيو مانشيني بنتيجه 4
1-1 ووصل نهائي الدوري الاوروبي. في نهائي الدوري الاوروبي لاعب سيلتيك الاسكتلندي في ملعب لشبونه في البرتغال، فده ساعده كتير لانه هو يعني بقى يلعب على ارضه. من الاخر انا بلعب في البرتغال. في مباراه استمرت بقى 120 دقيقه، 1-0 البورتو، 1-1 عن طريق لارسون مع سيلتيك الاسكتلندي، اللي بالمناسبه ده اجمد لعيب سويدي بعد ابراهيموفيتش هو لارسون بالنسبه لي. بعد كده لارسون يقدر يحط الثاني في النهايه، مش بقول لك لعيب جامد. بعد كده بورتو بتتعادل ويروحوا الاشواط الاضافيه، والدقيقه 115 تيجي وبورتو بيحقق الدوري الاوروبي. ثلاثيه ما كانش يحلم بيها رئيس النادي اللي كان جايب مورينيو ينقذ الموسم، وفجاه بقى يعني جاء كمدرب طوارئ فجعل البرتغال بقى في حاله طوارئ، لان هو لسه ما وصلش اوروبا قوي، جعل البرتغال والدوري الاوروبي في حاله طوارئ مثلا لو هنتكلم يعني ونحكي بالتفصيل. المهم مورينيو خلاص شاف ان هو عمل كل حاجه في بورتو كده، وقال له انا حلو عليا قوي السنه ونص دول، لو سمحت يا رئيس النادي انا عايز اروح اي نادي تاني. قال له انت بتقولي انت مجنون؟ انا مش هفرط فيك يعني يا جدع، والله ما هسيبك، قسما بالله اتقلب معاك يعني مش هتحصل. فالمهم ان رئيس نادي بورتو تمسك بمورينيو وقال له طب معلش سنه كمان. فمورينيو سمع كلامه وقال له تعال. المهم سنه كمان بدات السنه مش احسن حاجه، لان هم وصلوا السوبر الاوروبي ولعبوا هناك قدام اي سي ميلان الجبار اللي غلب ساعتها يوفنتوس بعد تصدي بوفون الاسطوري اللي بيجنني كل ما بشوفه في بطوله 2003. وبعديها كسبوا اليوفنتوس ولعبوا السوبر الاوروبي وكسبوا بورتو 1-0 عن طريق رأسية من شيفيتشينكو اللي بتعلن عن ميلان بطل السوبر الاوروبي. وبتستمر النتائج السيئه بس اوروبيا، لانه في الدوري كان ماشي كويس قوي وبيلعب اول جوله. بس خليني اقول لك قبل اول جوله ايه هي المجموعات اصلا اللي كانت واقعه معاه. كان في المجموعه اف معاه بطل الابطال صاحب كل حاجه العملاق ريال مدريد، مع الجلاكتيكوس زيدان، روبرتو كارلوس، رونالدو، فيجو وغيرهم من الاسامي اللي انت كلهم عارفهم اساسا، لدرجه ان هم بعتوا فرناندو مورينتس اعاره الى نادي موناكو. ليه بقول لك المعلومه دي؟ هنحتاجها في اخر الفيديو صدقني. المهم ان فرناندو مورينتس ما بقاش ليه مكان اساسا في ريال مدريد وراح اعاره لموناكو، ومعاهم نادي ثالث مارسيليا بقياده الشابين الافريقيين اللي كانوا من احسن مهاجمين الصعده، وده بجد مش تريقه، هما ديديه دروجبا واحمد حسام ميدو. كانت ثنائيه مرعبه على اي خصم، واللي ما بيفتحش ملعبه هو اللي بيبقى امان، واللي بيفتح ملعبه بيندم اشد الندم قدام احمد حسام ميدو وديديه دروجبا. وكان معاهم بارتيزيان الفريق الصربي اللي مش ولا حاجة، اللي متوقع يطلع حصالة. تمام. بدأت دوري ابطال اوروبا الجولة الاولى مع نادي بورتو وبارتيزيان، مباراة المفروض سهلة لبورتو لكنها بتخلص تعادل 1-1 عشان بورتو يضيع نقطتين سهلين في اول مباراه. وزي ما بقول لك بتستمر النتائج السيئه عشان بيلاعب ريال مدريد بس على ارضه. بورتو ضاغط لحد ما سجل الهدف الاول 1-0 لبورتو على ريال مدريد في بورتو، ولكن تاتي الرياح بما لا تشتهي السفن، جون 2-3 و3-1 لريال مدريد بقياده زين الدين زيدان وكتيبته، وبتخلص المباراه 3-1 لريال مدريد، ولسه رصيد بورتو نقطة واحدة. بتدخل الجولة الثالثة فرقة بورتو كمان الماتش بره أرضهم ومعاهم نقطة واحدة، يعني إنك لميت وإنهم لميتون، أنا لازم أرجع بتعادل على الأقل، مش هينفع أخسر الماتش ده، هتكل على الله. فرايحين لمارسيليا في مارسيليا، وزي ما قلت لك أنت كمان عايز تهاجمهم، ولازم تخلي بالك من أحمد حسام ميدو وديديه دروجبا، وأنا ما بهزرش إن هم كانوا مرعبين بطريقة بشعة، اللي بيلمحوه حرفيا بيكسبوه. فبتبدأ المباراة وجوزيه مورينيو بيدخل يعني عايز يكسب، فدروجبا بيهدده بتهديد وبيضيع كرة في الستة في اول المباراة عشان مورينيو يخاف، فبيرجع يدافع بس على مين؟ دروجبا. بياخد الكورة من صانع الالعاب وبيستلم وسط قلبين دفاع بورتو، بيقدر يسجل برضه. كان مرعب حرفيا وبيعلن عن تقدم مارسيليا. بورتو ما عندوش حل غير انه يضغط، فبيفضل يضغط لحد ما كورة بتيجي المانيش مارك مانيش على الطرف في الدقيقة 31 جول، وبعديها ب4 دقايق ديرلي بيحط التاني عشان بيتقدم بورتو على مارسيليا 2-1. بيخلص الشوط وبيرجع يدافع بورتو، بيدافع بورتو في الدقيقة 81 كورة بتكافئ مورينيو باللي هو عايزه، وديمتري إلينيتشيف بيحرز الهدف الثالث بعد تمريرة متقنة من ديكو، وبتبقى النتيجة 3-1. الدقيقة 84 مارلين بيقلص الفارق وبيستبسل مورينيو في الدفاع عشان تخلص المباراة 3-2 وياخدوا أول 3 نقط في المجموعة من أرض صعبة جدا هي مارسيليا. وعلى الناحية التانية ريال مدريد كان مكتسح كل خصومه، فكده بورتو مهمته بقت أسهل شوية لأن هو بقى التاني تحت ريال مدريد. بيدخل مارسيليا وبورتو لقاء
الدور اللي بعده الجولة الرابعة بس في أرض بورتو المرة دي، وبرضه مورينيو بيقرر يدافع لأنه هو حرفيا هو دلوقتي اللي سابق. فمباراة دفاعية لبورتو وخصوصا فيتور بايا اللي بيعمل مباراة عظيمة، بيخطف بين مكارسي الكورة وبيخطف حرفيا الثلاث نقط، ورصيد بورتو 7 وبيطمن أكتر. مباراة 5 كسبت تأهل. مباراة بعد اكتساح بقى من بورتو أمام المتزيل بارتيزيان الصربي الغير معني بهذه المجموعة، يعني جاي ياكل عيش ويمشي مش جاي ينافس ابدا. مباراة اكتسحوا مورينيو في كل شيء الا النتيجة 1-0 2-0 لبورتو، وبيقلص في الاخر الراجل الغلبان بارتيزيان النتيجة بس ما بتشفعلوش، وبيبقى رصيد بورتو 10 نقاط وبيتأهل رسميا، وبيلعب مع ريال مدريد مباراة للشهرة لان ريال مدريد بيكون حسم المركز الاول كمان. فمباراة جميلة من ريال مدريد تنتهي 1-1 بعد استبسال برضه من فيتور بايا عشان يثبت نفسه اكتر واكتر انه الحارس المرعب. في دور ال 16 تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن بتاعة بورتو وبتوقعهم قدام العملاق الانجليزي مانشستر يونايتد صاحب الاثنين دوري ابطال اوروبا في هذا الوقت قبل ما ياخد 2008. ما علينا، المهم ان هو هيلعب قدام عملاق انجليزي يخاف الكل يقابله لانه هو وقتها كان ما بيرحمش حد. السير اليكس بكتيبته المشهوره جدا سواء جيجز سكولز او على اي حد تاني من الاسامي المشهوره اللي انت عارفها في مانشستر يونايتد. بتبدا المباراه وبيبدا فورشن الباك اليمين بيستغل تسديده سكولز وبيحط الهدف الاول لمانشستر يونايتد في ملعب دراجار ملعب بورتو. بيني مكارثي بعد ضغط شرس بيتعادل في الدقيقه ال30، وفي الدقيقه 81 بيني مكارثي بيحرز هدف من اروع الاهداف في تاريخ دوري ابطال اوروبا بدون مبالغه بالراس، لانه هو جاب الجون ده من على حدود ال 18 بدماغه، ما نزلتش غير في المقص. جون هيفضل في تاريخ بورتو ان هو من واحد من احسن الاجوان بعد كعب رابح ماجر طبعا، بس جون اسطوري في دوري الابطال. وبينتهي 2-1 الذهاب لبورتو في ملعب بورتو، بس نتيجه برضو ما تطمنش لان 1-0 مانشستر يونايتد في مانشستر في الاولد ترافورد. خلاص الموضوع انتهى وبورتو هيغادر. العوده ضغط قوي جدا 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 من مانشستر يونايتد، عرضيه من رونالدو، سكولز بيحط الكوره بدماغه، 1-0 مانشستر يونايتد في الاولد ترافورد، وكده مانشستر يونايتد بيتاهل. بعدها بشويه ضغط تاني شرس برضه مانشستر يونايتد عايز يحط التاني ويضمن ويرتاح، وسكولز بيحط الجون، بس بص حكم الرايه بيحسب اوفسايد، اغرب اوفسايد في تاريخ هذه البطوله، لان الكوره دي حرفيا ما فيهاش حاجه، واوريك الصور دلوقتي وانت اللي هتحكم بنفسك. متغطي يجي ب3 ياردة، بس الحكم بتاع الرايه غلط غلطه عمره في الجول ده عشان يدي قبلة الحياه لمورينيو وكتيبته اللي فضلت بتحاول على استحياء تسجل جون لحد ما جت الدقيقه 90 وخلاص فاضل دقيقه او اقل مورينيو يخرج هو وكتيبته من دور ال 16 امام مانشستر يونايتد باداء مشرف. بس اللي بيحصل غير كده تسديده من فاول بيتعامل معاها هاورد لانها بعيده جدا بكل خطا في الدنيا ممكن يعمله. تيم هاورد الحارس الامريكي ما بيعرفش يمسك الكوره وبتنزل قدام كوستينها والجول فاضي، والدقيقه 90 وجول، وبيخرج مانشستر يونايتد وسط صدمه. والحظ بيلعب مع مورينيو قدام ملك الدقيقه الاخيره السير اليكس اللي كانوا مسميين الوقت البدل الضايع فيرجي تايم باسمه، لان هو كان بيحبه جدا بطريقه بتخليه يكسب كل ماتش في الوقت البدل الضايع، وبيخسر مانشستر يونايتد وبيطلع وهو مذهول لحد دلوقتي، وكل جماهير مانشستر بتكره الماتش ده بالذات. بعد كده دور ال8 بورتو هيلاعب مين؟ هيلاعب ليون. هتقول لي ليون، هو ليون ده فريق؟ اقول لك ان الماتش ده كان بصعوبه مباراه مانشستر يونايتد اصلا. ليه؟ لان ليون وقتها كان معاه الحارس كوبيت ومعاه اسيان وجونينهو بتاع الفاولات ومالودا، كان معاه ثلاثي مرعب في خط الوسط. بس تألق ديكو في الذهاب بهدف ثم اسيست بيخلص المباراة 2-0. بعد كده المباراة بتبقى اسهل العودة وبتخلص 2-2 بهدفين من مانيش، وبيتأهل جوزيه مورينيو النص النهائي، وتبدأ الحكاية الحقيقية من هنا. مورينيو بيقابل ديبورتيفو لا كارونيا، برضه ديبورتيفو وليون، وانت بتقولي على فرق مش مصنفة. المفاجأة ان ديبورتيفو لا كارونيا خرجت في دور ال 16 يوفنتوس بعد ما كسبته ذهاب وعوده اللي هو وصيف النسخه السابقه، وفي دور ال8 بتكسب الميلان بريمونتادا اسطوريه اصلا، لان احنا هنتكلم عن ديبورتيفو دلوقتي بعد ما كان خسران في الذهاب 4-1 في السانسيرو ملعب الميلان، كسب 4-0 قدام الميلان في ارضه في اسبانيا وسط جنون العالم كله، وقال لك هو ده الفريق اللي هياخد البطوله لا محاله، لانه لعبه جميل قوي من اول دوري ابطال اوروبا، وده اللي يستحق يتقال عليه حصان اسود. المهم عشان تفهم ليه بقى ديبورتيفو كان قوي جدا، ديبورتيفو كان معاه
معاه المدرب خافير ارويتا، ومعاه نور الدين نابت وسكالوني وباندياني وتريستن وفاليرون، ولكن اكتر اسم مشهور وهنتكلم عنه في هذه الحته بالذات ان هو اندرادي البرتغالي. ليه اندرادي البرتغالي؟ لانه قلب دفاع كان وقتها مستواه كويس جدا جدا جدا، حاجه كده زي جافارديول قبل ما ينتقل لنادي كبير وكله شافه فجاه وكان نفسه يتعاقد معاه، وكان سعره زي دلوقتي يعني حوالي 70 او 80 مليون للي عايز يتعاقد معاه بعد التضخم. المهم ان اندرادي عمل غلطه كلفته حياته ومسيرته كلها تقريبا، لان هو كان صديق ديكو المقرب. مباراه الذهاب كانت مباراه ممله بشعه، الاثنين بيدافعوا جوزيه مورينيو والمدرب لنادي ديبورتيفو لاكارونيا في ملعب بورتو دراجار، الاثنين مش عايزين يهاجموا. بس انا ليه قلت لك اندرادي؟ لان المباراه خلصت 0-0، لكن حصل كارثه. ايه الكارثه اللي حصلت؟ في الدقيقه 86 بيطرد اندرادي بعد ما كان حرفيا بيهزر مع زميله ديكو، بيضرب ديكو على ظهره كده برجله كده هزار، فالحكم الالماني بيجي بسرعه ويروح طارد المدافع اندرادي وهو بيردد اشهر جمله في دوري ابطال في وقتها: هي از ماي فريند، هي از ماي فريند، هي از ماي فريند، يعني ده صاحبي، ده صاحبي، انت بتطردني ليه؟ ده صاحبي. وحرفيا هو صاحبه كان بيهزر معاه، وديكو بعد الماتش في المؤتمر قال لك ده صاحبي، احنا كنا بنهزر. بعد كده اندرادي قال ده صاحبي وهنعمل استئناف ومفيش مشكله. والمفاجاه هنا ان مورينيو طلع قال لك انا مالي، انتوا صحاب، انا مالي، هو انا ما شفتش حاجه، بس هما الاثنين لو بيقولوا صحاب دي مش قصتي، ولو انتوا هتسامحوهم على خطا ارتكب في الملعب لانهم صحاب مش قصتي برضو. فبيبقى الاتحاد الاوروبي في موقف لا يحسد عليه، لان ديبرتيفو عارفه ان عقوبه الطرد المباشر ماتشين فهتستأنف عليه وهيتلغي، فالاتحاد الاوروبي بيقرر بصياعه يخلي عقوبه الطرد المباشر ماتش واحد، يعني هيحسبوها من باب روح القانون موقوف ماتش واحد عشان محدش يعرف يستأنف على الماتش الواحد، وقانون الطرد يصبح زي ما هو، واندرادي مش هيلعب المباراه القادمه. بتبدا مباراه العوده وهي يعني كارثه بالنسبه لديبورتيفو عشان ما عندهمش اندرادي ويلعبوا البديل البطيء مدافعهم اللي بيتسبب في كارثه في الدقيقه 60 وبيعطي ضربه جزاء غريبه جدا لديكو عشان يخرجوا بيها، وبيقتل حلم ديبورتيفو مش في دوري ابطال ده ولا في دوري اسباني ولا هو حرفيا دمر نادي ديبورتيفو لاكارونيا بالحركه دي، والنادي هبط بعد كده وفلوسه خلصت وقصته بقت قصه، يعني نادي فلس بسبب غلطه وضربه جزاء ساذجه من مدافع ساذج، يعني خلص على النادي من الاخر. فبيتاهل نادي بورتو للنهائي عشان يلاعب موناكو. وبالمناسبه ده النهائي الاول لبورتو من سنه 1987، بيقابل موناكو اللي مش بالمناسبه يعني مش فريق صغير، هو خرج ريال مدريد ووصل نهائي دوري ابطال اوروبا، وخرج تشيلسي من نص النهائي. تشيلسي براموفيتش في سنته الاولى 2004 اما كان بدا يصرف فلوسه الكتير جدا على النادي اللي اتت بثمارها بعدين. المهم ان فريق موناكو ده كان معاه عناصر، قلت لك افتكر موريانتس اللي كان طالع ارا الموناكو، هو ده اللي وصل نهائي اساسا دوري ابطال اوروبا، وكان معاه كمان الجناح الايمن جولي اللي راح بعد كده نادي برشلونه، يعني كان معاهم صفقتين حلوين جدا، ومدربهم الشاب اللي انت عارفه طبيعي دلوقتي بس كان مفاجاه زمان هو ديدييه تشامب الحاصل على بطوله كاس العالم سنه 98 مع المنتخب الفرنسي، وامام 53 الف متفرج. ضغط من موناكو شرس جدا جدا، بس للاسف جولي الجناح الايمن بيتصاب، ومش بس كده موناكو بيكمل ضغط، فبيستغل الموقف كارلوس البرتو مهاجم بورتو، وعن طريق اول هجمه لبورتو جول 1-0 لبورتو امام موناكو. فبيبدا الشوط الثاني بيبدا يتوتر ويضغط ديدييه ديشامب، بس على مين؟ في 4 دقائق بس مورينيو كان دمره من الدقيقه 71 للدقيقه 75، اشهر 4 دقائق في دوري ابطال بورتو. ديكو بيحط الثاني مع كام مرتده، ديمتري اليانيتشيف الروسي بيحط الثالث، و3-0 اما خلاص ديشامب بيعلن استسلامه وبتنتهي المباراه، وبطل اوروبا لاول مره في تاريخ البطوله. مفاجاه كبيره زي دي تحصل ان بورتو بياخد دوري ابطال اوروبا للمره الثانيه، بس السنه دي ما كانش مرشح لاي حاجه لانه كان فريق ضعيف جدا، ومورينيو بيصبح السبيشال 1 او الرجل المميز زي ما هو بيقول، او انا السبيشال 1. فكده بورتو بيدخل التاريخ من اوسع ابوابه وبياخد دوري ابطال اوروبا الثانيه، وبيتساوى مع مانشستر يونايتد، وبيبقى من ضمن الفرق الكبيره في اوروبا بسبب جوزيه مورينيو ثم اللاعبين، بس السبب الرئيسي هو السبيشال 1 جوزيه مورينيو
وبيعلن عن سيطرته على اوروبا. بعد كده بتبقى السنين الجايه كلها حلوه لمورينيو وحلوه لنص لعيبه بورتو، وهي دي القصه الاساسيه في كيف فاز بورتو بدوري ابطال اوروبا 2004. ولو عجبتك القصه ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب في القناه، وتقول لنا اكتر قصه عجبتك من الثلاثه لحد دلوقتي الناس، وانا سايب لك اللينك بتاع القصتين التانيين في الكومنتات. ومعجزه كرويه جديده ان شاء الله يوم الجمعه، او معجزه لاعب او نادي او اكتر 10 لاعبين عملوا اي حاجه يوم الثلاث.